كتير من الشركات بيقعوا في فخ خطير. تلاقيه دايما بيبذل مجهود كبير وبيصرف فلوس كتير على انه يحصل على عملاء جدد، رغم انه عنده حل اسهل بكتير واوفر بكتير واكثر ربحية، والحل ده دايما قدامه بس هو مش واخد باله منه. الحل ده ببساطة هو عميلك الحالي، عميلك اللي استهلاكه قليل. ازاي تخلي استهلاكه كبير؟ بدل ما يشتري منك مرة واحدة، لا يشتري منك مرة واتنين وتلاتة. تخيل كده عميل بيشرب بيبسي، بيشتري مرة واحدة في الأسبوع، أو بيشرب البيبسي مرة واحدة في الأسبوع. تخيل أنت تحوله إن هو من محبين البيبسي، فبدل ما يشتري مرة يشتري مرتين في الأسبوع، ومع شغلك عليه تحوله لأنه يشتري أكتر من مرة ويكون من محبي البيبسي فيشربه بشكل كبير. في مفهوم في علم التسويق اسمه CLV، اختصارا لكاستمر لايف تايم فاليو. المفهوم ده بيحسب لك القيمة الإجمالية اللي بتعود عليك من العميل الواحد، واللي بتقول لك إن العميل الواحد ممكن يدخل للشركة أكتر من إن يكون عندك 10 عملاء. في دراسة عملتها بين أند كومباني بتقول إن ممكن الاحتفاظ بالعملاء الحاليين يزود ربحيتك من 25 ل 95%، مع مصاريف أقل ممكن تزود أرباحك بشكل كبير، مع مجهود أقل ممكن تزود إنتاجيتك بشكل كبير. بس السؤال هنا، إحنا مفروض نعمل إيه علشان نحافظ على العملاء الحاليين؟ إيه الخطوات اللي ممكن نعملها وتحقق لنا الكلام اللي إحنا بنقول عليه؟ أول خطوة إنك تبدأ تهتم بالعميل الحالي، تديله إحساس إنه مميز، تديله إحساس إنه هو يختلف عن أي حد بيجي عندك. لا، أنت صاحب مكان، أنت ليك حتة مميزة عن الباقي. وطبعا دي فيها أفكار كتير ممكن نفكر فيها، أو نشوف أماكن تانية عملتها ونعمل زيهم، أو ممكن نستعين بالذكاء الاصطناعي ويساعدنا في ده. الحاجة التانية اللي ممكن نعملها هي فكرة الولاء. عايزين نعمل ولاء للشخص ده عندنا، فبنعمل حاجة اسمها برنامج نقاط. كل ما يشتري ياخد نقاط معينة، ولما يجمع النقاط دي بنديله جايزة أو بنديله هدية من المكان. تالت حاجة ممكن تعملها هو إنك تبدأ يكون في علاقات مع الزباين المقربين، تسأل عليهم لما يغيب، لما يعيا، لما يكون في حاجة شخصية ممكن تسأل عليه فيها. حسسه إن العلاقة مش علاقة بيع وشراء، لا دي في علاقة أكبر من كده حصلت ما بيننا، علشان يحس بالولاء تجاه شركتك أو مشروعك. الخلاصة اللي أنا عايز أقولها لحضراتكم إن النمو الحقيقي مش إن إحنا دايما يكون عندنا عدد كبير من العملاء، لكن النمو الحقيقي هو إن العميل الواحد يشتري مننا بشكل كبير. اللي بقوله لك مش مجرد كلام، اللي بقوله لك خطوات فعلية ممكن تعملها من النهاردة. علشان كده دايما بقول لك التسويق مش مجرد كلام.